كل سنة وانتم طيبين يا أحلى وأغلى أميرات في الدنيا. بتخلص أيام الخير والبركة وبيهل علينا أيام العيد، فيا رب كل أيامكم خير وسعادة. السلام عليكم وهلو هلو، مساء الهنا عليكم يا أميراتي، وحشتوني طبعا جدا كالعادة. يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. وأهلا بيكم النهاردة في فيديو نختم بيه الأجواء الرمضانية مع سيدة سورية أبدعت في أجواء رمضان، وكمان نشوف السيدات الأجانب اللي عندها بعض أفكار التغييرات والديكورات، نقدر نستفيد ببعض أفكارهم كمان ببعض الحيل تكون تجديد عندنا كمان في البيت قبل العيد. يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم، تكون تفاصيله حلوة ومفيدة ليكم بإذن الله. هستنى اللايك بتاعكم الحلو، تعليقاتكم اللي دايما بتفرحني وبتسعدني، واكتبوا لي كمان أساميكم علشان أظهرها في الفيديوهات الجاية، وكمان السبسكرايب اللي تحت من الفيديو علشان تكوني واحدة من أحلى أميرات في الدنيا كلها. يلا بينا ندخل بقى في الفيديو. أول سيدة معانا النهاردة من الكام سيدة الحلوين قوي كده هي السيدة السورية الجميلة، بتفاصيل سفرتها في رمضان خلال الشهر ككل، من سفرة مميزة وتقديمات الأكل المميزة، من الكورنر اللي فيه التحلية أو فيه اليميش والتمر والمشروبات، وكمان الكورنرز المختلفة اللي عاملة فيها ديكورات رمضان. كل مكان مميز جدا جدا بلمستها الحلوة. كمان برضو استخدامها للون الأزرق، يعني شُفنا الليفينج بتاعها الأساس نفسه داخل فيه اللون الأزرق، أو استخدامها كمان لأدوات التقديم من الألوان الشيك جدًا والقيّمة جدًا زي الأبيض كده وزي الأسود. اللون الأزرق كمان من الألوان المميزة، وكمان تقديماتها الجميلة للأكلات والتفاصيل وتجمُّع الأهل، ده لوحده أجواء بتبقى في منتهى الجمال. بنعيش تفاصيل كده في رمضان بتبقى حقيقي ممتعة للعيلة كلها. فيا رب يعني يكمل لنا بقية الأيام اللي فاضلة فيها على خير، ويهل عليكم رمضان إن شاء الله السنة الجاية والسنين الجاية كلها وانتوا في أفضل حال، لا فاقدين ولا مفقودين، ويتقبل منكم يا رب صيامكم وصلاتكم وكل حاجة حلوة عملتوها خلال رمضان. تعالوا نشوف كمان برضو أجواء رمضانية خلال الشهر كده نجمعها مع بعض مع سيدة كمان مختلفة، تابعنا ليها فيديوهات كتيرة جدا للديكورات ونظام البيت عندها وترتيباتها المختلفة. كمان أجواء رمضان عندها كانت بطريقة لذيذة، استخدامها كمان هنا للون الأخضر، يعني شفنا السيدة السورية الجميلة استخدامها للون الأزرق في تفاصيل كتيرة، في ديكورات، في تقديمات الأطباق بتاعتها، بتحاول إن هي تعمل لون يكون مميز عندها. كمان برضو معانا هنا السيدة استخدامها للون الأخضر سواء في الديكورات بتاعتها أو زي ما هنشوف كمان مشترياتها من الأطباق. كمان برضو شفنا السيدة السورية استخدامها للكورنر بتاع التحلية أو بتاع التمر أو اليميش والمشروبات، هنا برضو بتستخدمه بطريقة مختلفة. البخور من الحاجات اللي كلنا بنحبها في البيت، بتدي ريحة وطاقة كده جميلة في البيت، فبرضو استخدامها للبخور. كل دي تفاصيل لذيذة قوي بنعيشها مع كل سيدة ليها جذور عربية وليها أصول عربية. بنحس فعلا إن الفيديو كده بيبقى ممتع، بعيدًا عن التفاصيل اللي إحنا بنشوفها للسيدات الأجانب اللي برضه بتكون ممتعة زي ما هنشوفها في فيديو النهارده. نيجي كمان برضه نشوف تنظيمها للسفرة بتاعتها، ناخد فكرة كده لإزاي ننسق السفرة بأفكار الديكورات. ممكن نستخدم طريقة زي دي مثلًا للعزومات الحاجات اللي هي بتبقى formal شوية، بتبقى رسمية، الناس اللي بتبقى غريبة أوي مش من الأهل والحبايب وكده، نقدر نعمل ترابيزة فعلًا مميزة. مش شرط إن إحنا نحط حاجات كتيرة كcenter piece في الترابيزة، يعني مش شرط نحط الورد مع الشموع والديكورات دي كلها، طبعًا هو كل ده بيتشال، يعني إحنا بس ممكن نحط حاجة بسيطة كده وتقديم للمقبلات أو للعصاير أو كده في بداية الأكل، وبعدين بيتشال بقى كل الديكورات دي وبننزل الأطباق الرئيسية أو بننزل الشوربة والحاجات اللي تكون أساسية للأكل. ده لو انتوا عايزين تمشوا يعني الحكاية رسمي قوي يعني، لكن برضو حلوة حلوة لذيذ لو أنا حتى مع أفراد أسرتي كده عملت الترابيزة بتاعتي وحطيت فيها ديكور، والله نجرب نشوف، يمكن الحاجة تطلع فعلا ممتعة وتفتح نفسنا على الأكل أكتر. فادي أفكارها للديكورات وتنسيقاتها الجميلة قوي، وزي ما قلت لكم برضو استخدامها لطابع مميز للأدوات بتاعتها باللون الأخضر. سواء الطقم اللي إحنا شُفناه تقديمها للأطباق
أو كمان هنا حبِّت إن هي تستخدم الطقم بتاع الشاي، برضه هتلاحظوا إن هو فيه طابع عربي برضه شوية، فيه الحاجات النخل أو عليه الجمل تقريبًا، مش أخدتش بالي أوي من الرسمة، بس واضح برضه في حاجات عربية في الموضوع، فدي بتبقى حاجة لذيذة أوي لأي سيدة مهمًا كانت هي موجودة فين، تفضل محافظة على بعض التفاصيل وبعض الحاجات العربية الجميلة جدًا في بيتها، من ديكورات أو من لمسات خفيفة ولذيذة تبين فعلًا الجمال بتاع بلدنا. قبل ما نكمل بقى باقي الفيديو، لو وصلتوا لحد هنا ولسه كده ما فيش اللايك والكومنت بتاعكم يلا بسرعة كده علشان نكمل كل التفاصيل الحلوة اللي فيه، واكتبوا لي كمان بالمرة في الكومنتس إذا كان الصوت رجع زي الأول وظبط والّا إيه، زي ما طلبت منكم في الفيديو اللي فات، لإني فعلًا مش باسمع أي فيديوهات أنا بانزّلها، فهاستنى أنتم رأيكم من الكومنتس وتقولوا لي إذا كان الصوت رجع زي ما هو والّا في لسه مشكلة. تعالوا بقى نكمل بعد كده الفيديو. ادي كمان طقم جديد برضو داخل فيه اللون الاخضر، يعني حابة تخلي كل حاجة مميزة عندها بنفس الالوان. تعالوا ندخل بعد كده على بقى السيدات الاجانب بقى الافكار التانية المختلفة، يعني تعالوا ناخد كام فكرة وديكور وتنظيم وافكار حلوة قوي كمان للمشتريات لديكورات العيد بتاعتنا، نقدر نعمل تنظيمات مختلفة بطريقة جديدة. ادي اول تغييرات عندها في المكان الليفينج، استخدامكم طبعا للترابيزات بالديكورات. زي ما بنقول يعني كل ما الدنيا بتبقى بسيطة اكتر كل ما المكان بيبان حلو اكتر، يعني تقدروا ان انتوا تعملوا مش شرط كل الديكورات دي مع بعض على الترابيزة، ممكن قطعة واحدة بس من الديكور بتخلي شكل الترابيزة كمان يكون حلو. مش شرط ان انا احط حاجات كتيرة جنب بعض عشان يبان المكان شيك وحلو ومليان من الافكار. كمان برضه عندها أفكار التنظيمات عندها في التويلت، سواء الباسكت للمناديل أو الباسكت كمان بتاع الملابس. أفكار بعض الديكورات أو التنظيمات ككل، ناخد برضه كل لقطة من كل استخدام ليها، لعل وعسى فكرة منهم تكون مناسبة لنظام بيتنا ونقدر ان احنا كمان نطبقها. ده هنا كمان برضو الحمام بتاع الضيوف، حبت تعمل تريكات مختلفة من الديكورات، استخدامها كمان للون الأسود فيه، تحاول تكسر من الألوان الأسود مع الأبيض والذهبي، ولو داخل كمان بعض الحاجات الخشبية، يعني 3 ألوان كده أو 4 ألوان مميزين جدا مع بعض. فآدي بعض التنظيمات كمان بتاعتها للجزء ده، وبعض كمان أفكار الديكورات اللي بتحاول على قد ما تقدر تخليه مميز طول الوقت. اكتر حاجة كمان هتلاقوها ملفتة في المكان هي الاضاءات، يعني اضاءات مثلا على المرايات او السبوتس اللي على الحيطة اللي في الجوانب. بتحاول على قد ما تقدر فكرة الاضاءة بتدي كمان تفاصيل مختلفة للمكان، وخصوصا ان هو يعني حمام الضيوف، يعني حتى لو الحمام الماستر الموجود عندنا في البيت بنحاول ان احنا ندي فيه تفاصيل برضو مختلفة شوية. شفتوا افكار مثلا الديسبنسر بتاع الصابون او المنظمات اللي بتستخدمها مثلا، يعني كل فكرة بتكون مختلفة على التانية، نقدر ان احنا ناخد الحاجة المناسبة لنا. وصلنا بعد كده لتنظيماتها لغرفة النوم، استخدامها للون الأزرق مع اللون الجري أو بدرجات الأزرق المختلفة، وبتحاول على قد ما تقدر تنسق ما بين المفروشات بتاعتها مع الديكورات. دي برضو حاجة من الحاجات اللذيذة اللي بتخلي أي غرفة موجودة عندنا شكلها بيكون حلو. مش شرط ان احنا نشتري جديد، زي ما بنقول دايما بنحاول على قد ما نقدر نوفق ما بين الألوان اللي موجودة عندنا عشان المكان يبان ألطف. كمان برضو الشجر والزرع الأخضر من الحاجات الترند جدا اللي بقت موجودة وبقت أساسية في الديكورات اللي موجودة عندكم في البيت، بتدي أجواء مختلفة تماما، فادي استخدامها كمان للون الأخضر من الشجر ومن الديكورات. سيدة النهاردة كانت جميلة ولذيذة، وسيدات عربية وسيدة أجنبية في منتهى الجمال. كل سنة وانتم طيبين يا أميراتي، يا رب يعود عليكم كل أيام الخير والسعادة يا رب، اللهم أمين. وتكونوا أخدتوا أفكار من النهاردة كده، من فيديو النهاردة، تفيدكم انتوا كمان في بعض الديكورات بتاعتكم وتنظيماتكم. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، لايكاتكم وكومنتاتكم، ونتقابل مع سيدة جديدة، وسلام.